السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده واحسن الظروف واحسن الاحوال يا ارحم الراحمين. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الحليوات ديال الخليط، فهو في الحقيقه كتجي زوينه وبنينه وشيشه كتذوب في الفم. ايوا بسم الله على بركه الله، غادي نبقاو مع المقادير ومع الوصفه. هو في الحقيقه ما كانش بغيت نشاركها معكم، كنت بغيت نعجنها دغيا وندير، ولات تنويت قلت انا بلاتي نشاركها مع البنات وياخذوا فكره. هي غنيه على التعريف. هي كاين اللي كيقول لها حلوه ديال الدوزين، كاين اللي كيقول لها حلوه الخليط. المهم غادي نذكر لكم المقادير. هي فيها ربعه ديال الزبده وجوج بيضات، هادشي اللي درت انايا، وجوج فرماجات ودات فاني وجوج خمارات وجوج كيسان الزيت وجوج كيسان السنيده وكيسان الملح وكاس ديال كاوكاو محمر مهرمش وكاس ديال الجنجلان. اللي بيدير الزبيب يديرو، كدير فيها الزبيب نقطعو. المهم الدقيق الفورس حسب الخليط، دقيق البيض وجوج خمارات حمرين. المهم هو الطبع هو هذا باش غادي نطبعها. المهم كيف قلت لكم راه كنت بغيت نشاركها، كنت بغيت نعجنها وصافي وليت قلت نشاركها معكم. سمحوا لي راه ما درتش في جميع المراحل، مع كنصور بيد وكنخدم بيد، ما عنديش علاش نحط التليفون داكشي باش. المهم كتخلطي جميع العناصر كينسجموا مزيان. الزبده تكون في درجه حراره الغرفه، والبيض حتى هو مع هاد الاسبيتو خصهم يكونوا خارجين من الثلاجه. تخلطي كلشي وديري الدقيق الدقيق القياس اللي اليوم ما رفداتش، خصني نزيدها واحد شويه. صافي نبدا نكور ونحط في اللاطون ونطبع بعداك الرمرشم وصافي. هادشي اللي فيها. ونطيبها في الفران تتحمر، وندير لها السكر ملي تحمر الطيب نخرجها نخليها تبرد شويه وندير لها السكر كلاصي. وهذا الشيء اللي فيها. نخليكم باقي المراحل وما تمشيو فين حتى تشوفوا النتيجه النهائيه ديال الوزتين اللي صوت. فرجه ممتعه.
هكا كتجي كيف ما قلت لكم، هكا ملي طابت كتجي خصها تكون تحمرات، تحمر مزيان وتخرجيها من الفران ودير ليها السكر كلاصي، تفنديها بالسكر كلاصي كلها تبارك الله، كتعطي واحد الكميه لا باس بها. ايوا هادشي اللي عطا الله، وكنتمنى هاد الحليوه تطرق الاعجاب ديالكم. راهي زوينه زعما دوازتين زوين بنينه، والشيشه كدير تذوب في الفم. هادشي اللي عطا الله، وكنتمنى ما تبخلش علينا باللايك بالبارطاج لما لا. وبشي تعليق محفز يكون زوين، ومحفز يكون باش نزيدو نعطيو، نزيدو نبحثو حتى حنايا نعطيكم شي حاجه اللي تكون مفيده. ايوا هي حلوتي وجدات، ونتمنىكم تجربوها تردوا عليا الخبر. زعما حليوه اقتصاديه وحاجه زوينه وما تندموش عليها، وسهله هي الاولى. ايوا هادشي اللي هدا الله، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى الملتقى ان شاء الله في فرصه قادمه وفي فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.